وفي النهاية يا صديقي عرفنا في الفيديو ده وتدبرنا مع بعض معاني آية كريمة، وعرفنا خطورتها، وإن إحنا فعلا لما نتدبرها ونعمل بمضمونها هيكون ده دافع وحافز لينا اللي إحنا نخاف ربنا ونبعد عن المعاصي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا صديقي؟ عامل ايه؟ عارف الفيلم يا صديقي؟ تقول لي اه طبعا. اقول لك بس انا النهارده يا صديقي جاي اقول لك ان في فيلم بيتصور، بس مش اي فيلم، ده الفيلم بتاع حياتك. النهارده معانا ايه يا صديقي؟ لو انت اتدبرتها بجد هتبعد عن اي حاجة حرام وهتحاول تتجنب الذنوب، لانك عارف ان الكل بيتسجل. آية بنعدي عليها كتير بس كتير مننا برضه ما بيتدبرهاش. ايه هي الآية دي؟ وليه لو تدبرناها هنبعد عن الحرام، وازاي الفيلم بتاع حياتنا بيتصور؟ وهو ده موضوع فيديو النهارده يا صديقي. تابع الفيديو النهائي واشترك والاشتراك وتابعنا على قناتنا على الواتساب، الرابط هتلاقيه في وصف الفيديو. يلا بينا يا صديقي، يلا بينا. زمان يا صديقي كانوا بيدونوا ويعرفوا احداثهم وينقلوها بينهم وبين بعض بالكلام. بعد كده اتطورنا شويه يا صديقي وبقى في الكتاب، لما اجي اسجل حاجه بكتبها. اتطورنا شويه وجه التسجيل، كان اختراع ساعتها يا صديقي. اللي كان معاه مسجل وبيسجل للناس ده كان ساعتها من اغنى الاغنياء. بعد كده اتطورنا تاني يا صديقي واخترعنا الكاميرا، وبقينا بنصور صوت وصوره وباعلى دقه وكانك بتشوفها على الحقيقه. ودلوقتي يا صديقي في حاجه اسمها اقمار صناعيه، وفي حاجه اسمها الاشعه السينيه، ممكن تشوفك وانت قاعد في بيتك، حواليك 4 جدران وفوقيك سقف وتحتيك ارض، بس برضه ممكن تجيبك. فتخيل يا صديقي ان دي وسائل التسجيل بتاع البشر، والله اعلم هنوصل لايه بعد كده. فما بالك بقى يا صديقي برب البشر لما يسجل. اسمع معاه الايه يا صديقي وتدبر. يقول المولى سبحانه وتعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. تخيل ان ربنا بينسخ اللي انت بتعمله نسخة طبق الاصل، هتعرض عليك يوم القيامة. الفيلم بتاع حياتك يا صديقي هتشوفه كل يوم القيامة، من اول ما بلغت وبقيت مكلف لحد ما تموت. والمخرج يا صديقي هو انت اللي هتحدد مصيرك، وانت اللي هتحدد اللي هتشوفه يوم القيامة. فما تتخيلش يا صديقي ان ربنا بيسجل الاعمال عليك كتابة وبس، لا، دي حاجات احنا اصلا عقلنا وخيالنا ما يقدرش يوصل لها. وربنا بيكمل المشهد يا صديقي بآية خطيرة جدا من سورة الكهف. اسمع يا صديقي: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين، خايفين مش قادرين من ايه يا صديقي؟ فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا يا لهو ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. الكتاب ده ما بيسيبش حاجة، لا صغير ولا كبير، كله موجود. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. يعني بيجيب كل حاجة، كل مشهد وكل لحظة في حياتك بالثانية وبالدقيقة موجودة يا صديقي ومتسجلة عليك. طيب كمل كده الآية: ووجدوا ما عملوا حاضرا، موجود ولا يظلم ربك أحدا. يعني اللي انت هتعمله صديقي هو اللي هتلاقيه يوم القيامة. فاعمل اللي يرضي ربنا يا صديقي. لو عاوز تعصي ربنا ولو انت بتستحياش فاصنع ما شئت، لكن اتأكد اللي هتعمله النهاردة هو اللي هتلاقيه قدامك يوم القيامة. اسمع يا صديقي، لما بنعصي ربنا، وعلى فكرة أنا بفكر نفسي معاك يا صديقي، تخيل كده إحنا بنعصي فين؟ تحت سماه وفوق أرضه وفي ملكه وبناكل من رزقه وبنعيش في نعمه. عارف الإيد يا صديقي اللي بتعصي ربنا بيها دي هو اللي عطيها لك، وعارف العين اللي بتبص بيها على الحرام هو اللي مديها لك، والودن اللي بتسمع بيها أغاني وموسيقى يا صديقي هو اللي جايبها لك، والبق اللي بتنطق بيه بالحرام وبتنم وبتغتاب وبتقول كلام زور هو برضه اللي عطيه لك يا صديقي. الرجل اللي بتمشي بيها للحرام هو برضه اللي عطاها لك يا صديقي. تخيل ان في جسمك اكتر من 40 تريليون خليه. شوف انت محتاج تحمد ربنا كام مره على كل النعم دي، وفي الاخر يا صديقي بنيجي ونعصيه. انت متخيل البجاحه بتاعتنا وصلت لايه؟ فعلا ان الانسان لربه لكنود جاحد. فلازم يا صديقي نخاف من ربنا ونعرف ان كل الاعمال مكتوبه ومتسجله ومنسوخه، والله اعلم ايه هي طريقه التسجيل يا صديقي. فنختشي من ربنا شويه، ده احنا اللي بيعمل لنا جميله يا صديقي بنشيلها له طول عمرنا وبنبقى ناقصين نشيله من على الارض ونحطه في راسنا. فما بالك ربنا اللي عطيك كل النعم دي ومع ذلك برضه بنعصيه يا صديقي. فخلي بالك يا صديقي، خلي بالك، لان اللي بتعمله النهارده هتشوفه يوم القيامه. وفي النهاية يا صديقي عرفنا في الفيديو ده وتدبرنا مع بعض معاني آية كريمة، وعرفنا خطورتها، وإن إحنا فعلا لما نتدبرها ونعمل بمضمونها هيكون ده دافع وحافز لينا اللي إحنا نخاف ربنا ونبعد عن المعاصي.
وبس كده يا صديقي، انشر المقطع بين الناس عشان تفكر الناس ان كلنا هنتحاسب، وان كل اعمالنا مسجله يا صديقي، فالدال على الخير كفاعله. تنساش تقول رايك في التعليقات. وبس كده يا صديقي، عز الله عنكم المهم وشرحنا لكم الصدور واسد اوقاتنا اوقاتكم، فانه الحي القيوم ويعلم ان فيه يحبكم، فانه علام الغيوب. كان من توفيق فمن الله، وان كان من خطأ فمني ومن الشيطان. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.